دي اهم الحاجات اللي هنحتاجها طالما في بيبي نايم جنبك. والحاجات دي كلها يا جماعه عن تجربه شخصيه، انا هوريكم الحاجات اللي انا بستخدمها لابني بشكل يومي. طبعا المناديل دي اهم حاجه، دي ما نقدرش نستغنى عنها، لان هو قشط بقى، مناخيره سالت، اي حاجه المناديل طبعا لازم تبقى جنبك اساسي. انا مقسمه له الحاجات اللي انا بحتاجها على شنطتين، شنطه بتاعه الغيار وشنطه بتاعه العنايه الشخصيه اليوميه. خليني اوريكم يا جماعه ايه الحاجات اللي احنا بنحتاجها بشكل يومي. دي كده محتويات الشنطه. اول واهم حاجه فيها طبعا فيتامين د. فيتامين د ما نقدرش ننساه ولا يوم، انا حاطاه جنبي علشان ما انساهوش جنب شنطه الغيار. يعني انا لو في مره مثلا نسيت ان انا اديهوله الصبح، مع اي غيار هفتكر، او مع اي حاجه بفتح بيها الشنطه دي هفتكر ان انا اديهوله، فانا حاطاه في الشنطه دي عشان الشنطه دي ما بيعديش يوم وما بفتحهاش. تاني حاجه معانا طبعا الفرشه بتاعته. تالت حاجه بقى المرطبات، سواء الزيت او سواء اللوشن. احنا اتفقنا ان احنا في الشتاء بنرطب بالزيت، واتفقنا ان احنا في الصيف بنرطب باللوشن، بس انا احيانا لما بحس ان هو وشه ناشف شويه بحط نقطه من اللوشن على ايدي وادعكها بايدي وامسح له بيها وشه. طبعا الجزء الخاص بضوافره، انا بحب قوي ان انا بعد ما اقص له ضوافره اعملها له بالمبرد، عشان لو في اي سن حامي شويه او في اي حته من الضافر لسه موجوده المبرد بيشيلها لي، علشان طبعا لو في اي سن من الضافر متبقي هم طول الوقت بيجيبوا وشهم بايديهم، فممكن جدا ان هو وشه يتعور. نيجي بقى للجزء الخاص بمناخيرهم. بصوا يا جماعه، هم طول الشتاء بتلاقوا ان هم مناخيرهم مسدوده شويه، او بيصحى الصبح من النوم مناخيره مقفوله شويه. طبعا احنا مش عايزين نعوده ان احنا بنعمل له بالاوتروفين كل يوم، بس اهم حاجه يا جماعه لو هنجيب الاوتروفين نجيبها اللي هي البيبي سلاين، ما نجيبهاش للتشيلدرن او اي نوع تاني. هتجيبي الاوتروفين لازم تكون اوتروفين بيبي سلاين. لو انت حسيتي ان هو مناخيره مسدوده شويه ممكن تحطي نقطه في الفتحه دي ونقطه في الفتحه دي وتسيبيه. طيب لو لقيتي مثلا ان هو فيه مخاط كتير ومحتاجه ان انت تنضفيه له، بعد ما هتحطي الاوتروفين هتقدري ان انت تسحبي المخاط بشفاط الانف اللي احنا قلنا عليه قبل كده في المستلزمات بتاعه الصيدليه. بصوا يا جماعه، احنا دلوقتي عندنا طريقتين ننضف بيها المناخير. لو هو مثلا انت لامحه بعينك ان في حاجه في مناخيره صغيره كده من الحاجات اللي هي بتكون في المناخير وانت محتاجه تشيليها له، بصوا احنا بنجيب هنا منديل ونتنيه ونبرمه بالشكل ده، وتحاولي ان انت تجيبيها له بالمنديل. الحركه دي بتضايقهم جدا، تحصل عياط وسويت كتير جدا بسبب الحركه دي. طب ايه الاسهل؟ الاسهل ان انت تجيبي الملقاط ده بتفتحيه، بيكون سهل جدا. هو مجرد ما انت ما بتدخلي الملقاط في مناخيره بتقدري تسحبي الحاجه اللي انت شايفاها بمنتهى السهوله، وما بيتعصبش، ما بيلحقش ان هو يتضايق اصلا. وطبعا مهم جدا معانا الكحول، ان انت كل مره بتستخدمي شفاط الانف او بتستخدمي الملقاط لازم جدا ان انت طبعا ترشي وتعقمي قبل ما تقفليه وتشيليه. نيجي بقى لتاني شنطه وهي شنطه الغيار. انا هنا حاطه في الشنطه كذا وحده بامبرز يكونوا، ومعانا طبعا مفرش الغيار، ومعانا كريم التسلخات اللي هو الزنك اوليف طبعا، او شوفي الكريم اللي ابنك هيرتاح عليه، المهم ان انت تكوني جربتيه وتحسي ان هو جلده ارتاح عليه وما عندوش اي مشكله منه. معانا الوايبس، وطبعا احنا متفقين ان الوايبس ما بنستخدمهاش مع كل غيار، الوايبس اخرك ان انت تستخدميها مره واحده في اليوم، وحاولي كمان ان انت ما تستخدميهاش نهائي في الغيار. وعشان كده انا مخليه جنبي الفوطه، لان انا كل 4 ساعات معوداه ان هو بناخده تحت الميه وبنغير له تحت الميه عادي جدا، وما بستخدمش الوايبس غير قليل جدا. نيجي بقى للناموسيه، ودي حاجه مهمه جدا طبعا انها تكون جنبك. اكيد انت ما عندكيش اي استعداد ان انت بعد محاولات النوم الكتير اللي انت بتحاولي تنيميها له ان هي تيجي دبانه صغيره وتروح مصحياه من النوم، فانت مجرد ان انت لقيتيه خلاص نام وراح في النوم تقدري تفرديها وتحطيها عليه عشان ما فيش اي حاجه تصحيه من النوم. وجنبي طبعا البطانيه بتاعته، انا محاوله يا جماعه ان انا اختار بطانيه تكون مش تقيله قوي، وفي نفس الوقت هي خامتها مايكرو فايبر فهي هتدفيه اكيد. بس في نقطه مهمه جدا جدا لازم نخلي بالنا منها كويس قوي، ان انت لما تيجي تغطي البيبي الغطا يكون تحت دراعه كده، ما تحطيش الغطا لحد رقبته، فممكن تكوني انت سايباه وبتعملي حاجه فتيجي لا قدر الله تلاقيه ان هو كتم نفسه، فانت تخلي بالك وانت بتغطيه، ولو انت هتسيبيه وهتقومي ان انت تخلي الغطا تحت ايده بالشكل ده. وبكده اكون وريت لكم كل الحاجات اللي انتوا هتستخدموها للبيبي بشكل يومي. لو عندك اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتات، وما تنسوش اللاف الجميل بتاعكم.